السلام عليكم خياتي الزلفله. كنت نبداو الفيديو كما العاده بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الف صلاه وسلام. الزلفله كنت تحدي مرحبا كنت الله شنو مرحبا سيدي لان مرحبا سيدي ديالنا اكني كنت قرا يا ثيك ديال الفيديو بس قلت حدايا كنت تفكا يوصل راسات الكريوش روايال اسقارن تسكيدت حدايا تسمم بيان بريزونتي اتفرح ضيس ما تسلشط اشنو يظن اتفرح ضيسي ما ولا نكنت ان شاء الله بيان سور تحويج مسيت مغريوين اجعيد السهرات الطهاره كلش تفاصون اش كي حداي وتحمل وجهك نبقى نستعرف. اذا خياتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم راح نعطيكم وصفه تاع قريوش غوايال تبعوا برك المراحل ان شاء الله راح تنجحوا فيها باذن الله. تجي البنه تاعو خياتي روعه. واش نقول لكم فرجه ممتعه ان شاء الله. اذا خياتي بالنسبه للقريوش تاع اليوم راح نعطيكم وصفه تاع الكريوش غوايال يجي روعه خياتي ويجي البريزونطابل تاعو واو هكذا نورمالمون نقول. لكن كنت نعرف حدايا سي كنت تفكر لا ريسيت الكريوش غوايال كنت تخدمها كان لا كونتيتي تاع مشطوح فيها تبارطاجها كي كنت ان شاء الله كنت تعجب ان شاء الله هذه تسيمتو كنت خدمت خاطر الحاجه سهله الماضي ذاك يسير 250 غرام لا فارين خياتي عندي 250 غرام فارينه راح ندير هكذا شويه ملح وعندي 125 غرام مارغرين طوريق. لكن كنت نعطي حدايا السعر 125 غرام لا مارغرين الفيتاج. راح نحاول نبسس كامل الخليط تاعي ولا نديرو هكذا بنيتي نورمالمون هكذا نقولو. كي كنت نعطي حدايا السيا بيان سور ادخل معاك لا مارغرين ودير لافاني كي يفسنيو. طريقة سهلة جدا وتجي روعة وشابة بزاف ان شاء الله راح تجربوها خياتي كما قلت لكم. كني كنت غادي حدايا حتى شحال يشبح بريزونتي لا بيان سور ثاني ساعة تاع مغرى ثاني ساعة من الوالدة ثاني ساعة من هكا طهارة. راح نبسس كامل الخليط تاعي ومن بعد نولي لكم. لكن كنت نادي حدايا تخدموا كلي فاه سياره تفسيروا كل فارينه يجي فسنيو اكو ذبوذيني ومن بعد دوغ هنا خياتي. بعد ما بسست مليح الخليط تاعي راح نجي ندير نص كيس خميره ولا مغرفه تكون بهذا الحجم. كي كنت نادي حدايا نخدموا كلي نخدمو الفارينه نينو كذا مارغرين ادي سانو نفس تساشيت لا لوفول نا تاعو جاي مشطوح حتى كي تواجه ما مشيتي طامره من بعد سانو شيك لا روم لا باتاهم لا فاني راح نزيد لها شويه من عطر الفانيلا شويه مزهر شطح بالمزهر هذا والباقي راح نكملو بالماء عادي عندي قيمتي حديث كما سوا ما نورمال. وراح نخلط كامل العجينه تاعي. بيان سور راح نخليها ترتاح لمده ساعه ولا زوج سوايع ومن بعد نوليو ليها. لكن كنت نعطي حداي وتخدم غير بالفيها تجي تستعفو واحد الساعه ناقصنا سوايعين سجن تستعفو هاد الحاجه تجيب شي غير زكاين اتفاضي حداي الشبت. راح نلم كامل العجينه ونولي. هاي لي خياتي العجينه اللي تحصلت عليها ما تكون جاريه ما تكون يابسه. تناتي حداي لا تيكستور لاباط نخدم نكتفها هاد الصغار تبدوها كي لي بول. راح نديرها على شكل كريات خياتي نقسمها على 4 وراح نخليها ترتاح كما قلت لكم. هتنجتي حدايا تستعفو ومن بعد نديرو على غرز. راح نغطيها ونخليها ترتاح. هنا خياتي راح نبداو نديرو العجينه تاعنا ولا راح نبداو نفتحوا العجينه تاعنا. بيان سور راح نستعين شويه مايزينا
كي كنت انا تحداي مثال لاباطني هاد الدواجات واش تخدمها لا مايزينا. طريقه سهله جدا كما قلت لكم، تحتاج فقط شويه تركيز وشويه وقت، مش تركيز شويه وقت. يا سور كي ندير العجينه تاعي راح نحاول نفتحها مستطيله بهذه الطريقه. كي كنت ناتي على شرب ما تخدم في لاباطني كنت تفحم حتى تفهم. راح نحاول ندير هاد الطريقه. هادشي هذا يدخل معاك يعني تعاود شو السياره تدخل مع الفيطاج دقيقه فوالا شي طوح يعني شي حاجه. كما قلت لكم خياتي راح نحاول ندير لها طويق هكذا يكون خفيف. راح نحاول نحلها راح نخليها ترتاح شويه ومن بعد راح نولي لها. دائما العجينه تاعكم خليوها ترتاح شويه باش توليو ليها وتعطي لكم الطوع وتلعبوا بها كما تحب. لكن كنت انا هذه حداي جمست مره جمست ستافور كي كنت فك الطوع فوالا. لكن كنت له لاباطني كنت سهل. راح نكمل كامل الكميه تاعي ومن بعد نولي لكم. تكملوا كتحيا لاباطي كي تتسقموا كيجيني ومن بعد ادوا على عوركم توري فين كتدخل. بيان سور العسيله تاعي وجدتها من قبل ديجا درت معكم الوصفه تاع العسيله تجي هايله. لكن كنت نعرف حدا يخدمها ديجا العسيله سبات تسمي درك لي باش هكا ويتخسر ويتيربي بال الخفاف فوالا يتيربي بال كي واش نين الخفاف. راح نكمل كامل الكميه ومن بعد نولي. هنا خياتي راح نبدا نفتح العجينه تاعي طريقه سهله جدا. كي كنت ناتي حدا كي صار فتحها لاباطي كينو بيان سور راح نستعمل بالمايزينا باش ما تحصليش العجينه في العجينه باش ما تحصليش العجينه في الاله. على خاطر راح نستخدم هاد العفسه ولا هاد الاله هاد لاباراي كيما حبيتو. كي كنت نعرف حدايا خاطر نسخن لاباراي كيني صافي الى اسرع شطوح راه مايزينا باش يتلصق على ما تتخدم. خدمت كيما في حديث العقل خياتي ديروها برك بالعقل باش العجينه تاعكم تجيكم سوا. نحيت الكميه اللي راح نسحقها نجي نقطعها هكذا من الفوق. بيان سور في هذه المرحله ما تنحيوش يديكم على العجينه سينو راح تطيح لكم كامل وما تلقاوش كيفاش تنحيوها. فوالا كي كنت نادي هذا يديني وتكسم تاني فاش كنت في لاباطني مش كنت درجي وكنت تفهم كيفاش تخدم. تعمدت نخلي لكم خياتي الفيديو على طبيعته باش تشوفوا كامل المراحل وما تقولوليش ليلى ما فهمناش كيفاش تديريها.
كي كنت نعرف على شغل فيغال كنت يزمع لا فيديو خاطر فيغال كنت تفاق كنت تفكر لا فيديو سوا كان باش كنت سارقان. في هذه المرحله راح نجي ونقيس 20 سنتيمتر ونقطع لاباط تاعي. بيان سور لاباط اللي تبقات ما راحش نرميها، راح نعاود نكورها ونديرها مره اخرى. فوالا كي كنت نعرف على شغل هذه صارت قيسه 20 سنتيمتر ومن بعد يندي قيمه يزمع وراح نجي ندير الضفيرات تاعي. هذا صاتي حدايا ثوالي قال خدمه تزارست نينو. سمحوا لي برك خياتي لا راكم تسمعوا يلا جيت للخارج راني على بالكم راني في الحانوت صافي. وهذه بيان سور ما راحش نرميها، راح نخليها ومن بعد راح نديرها في واحد اخر. وهنا باش نتاكد باللي العجينه تاعي ما راحش تفتح لي راح ندير بيضاء ونلصق هنا في الاطراف شويه برك وراح نبدا نظفر الضفيره تاعي. بيان سور حاولوا يكونوا الاجزاء تاع الضفيره تاعكم كلها متساويه. كنت نعرف حدايا خدمه ملي راني تمللت اسلس قايس الجهه يقفلها ومن بعد الدسه الخدمه تزرت نينو. بيان سور الضفيره تاعكم كيما ساعدكم الحال ديروها. الا بغيتوا ديروها على البلون طرافاي تاعكم ديروها، الا بغيتوا ترفعوها بين يديكم بهذه الطريقه ديروها. الشيء اللي يساعدكم ديروه. بيان سور راح تجيكم شويه في الاول تجيكم شويه صعيبه بصح ما الحبه الثانيه ولا الثالثه راح توالفوا به. لكن كنت نعرف حدا شهور تمزوات توجي كنت دسكت وعا شويه مي بصح تغرم تسولف تتخمس حتى تزارست نورمال. طريقه سهله جدا خياتي. ان شاء الله فهمت لكم مليح وان شاء الله رايحين تجربوا الوصفه كما نقول لكم كل خطره. هاي ليك الضفيره تاعي كيفاش راح تخرج. راح نحاول نثبتها هنايا ونجي بيان سور راح نقسم كامل الاجزاء الزائده. هذه زعما حدايا شويه زادون بيضاء كما قلت لكم. راح نحاول نثبت الاطراف تاعي بهذا الشكل وراح نتحصل على هذا الشكل. راح نكمل كامل كيفاش قلت لكم العجينه تاعي ومن بعد راح نولي لكم. بيان سور راح نخليها ترتاح باش نجي نقليها. لكن كنت نهار حدا تكملوا كلا باتنينو هتجي غتستافو تتفك شطحي ما تكاو شويه ومن بعد هذا الساعه تقلوها كي تكون. هنا خياتي بعد ما سخنت الزيت تاعي مليح راح نقصلو مليح ونخليها تطيب على بعضها. كي كنت نعرف حدايا داكيني مي تحماو الزيت نينو بيان هذا الساعه السنقصه تجرب بنكاس الغاوي نزيد. هنا خياتي بعد ما طابت القريوشات تاعي قلت لكم طيبوها اعلى درجه منخفضه باش تجيكم الطول تاعها كامل كيف راح نحيها. كاين كنت نعرف هذا اللي كاين مي تبغى قريوش نكون كسمت تسيد كنت بيان سور سبونفت في الحاموت تخفيفات راح نجي نعسلو مباشره. لكن كنت نعرف حدايا الدسه اتعسله ديريكت شغل تراجو غير زعما هذه سميرناش. هاي ليك خياتي النتيجه النهائيه تاع القريوش تاعنا ولا القريوش رويال. كما قلت لكم النتيجه رائعه ومبهره راح تفرحكم
بيان سور كيما قلت لكم في الاعراس تاعكم ولا في الطهارات ولا في المناسبات ولا في السهرات كيما حبيتو، ولا لاي مناسبه حبيتوها، يخرج روعه خياتي ويخرج بزاف شباب وبزاف بيزونطابل. لكن كنت نعرف حدايا ثنا ريزولطا نلقيو شني بيان سور امشي ديكوري غا ثقيره اكيد تواجد خماسه قانلوز خدماس لي سيغ لي سيغ كونفي كما قلت لكم خياتي بيان سور التزيين تاعها درتو بسيط كيما راه يبان لكم. درت لها حبه تاع لوز وشويه هذيك الورقه تاع الدوغي ولي سيريس كونفيت بيان سور معسله مشربه الله الله. لكن كنت نعطي حداي تورم لا ديكوراسيون السفلى تسكت اشكيت سهل ماضي خدمه سكاش طح هكا جيني ثاقيتني لي سيريس كونفيتني يفضيخ تفسيل عقان اللوز تفصلوا الحاجه سهله ماضي لكن كنت نتبع مكان امشي خدمه ان شاء الله حتى يوسم تديس خياتي كما قلت لكم بالقبيله تبعوا برك المراحل اللي درتها معكم ان شاء الله راح تنجحوا فيها. راح نقسم لكم وحده وتشوفوها. كنت ناتي حدايا كنت ديز معايا وثلاث مثلث هاد سنه مشيت تصفى داخل معسله ومشربه الله. شوفوا خياتي كيفاش خرجت من الداخل روعه هايليك. ان شاء الله راح تجربوا الوصفه كما نقول لكم كل خطره ان شاء الله هذه حدايا تسيم في لاروسيت تاعي امشي كنت نقرا كلس. الى هنا خياتي راح نقول لكم لحقنا لافان تاع لا فيديو. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم وان شاء الله استفدتوا ولو القليل منه. كما نقول لكم كل خطره بيان سور الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك ما تنسونيش بالبارطاج وشنو تاني ما تنسونيش بالكومنتير. كما نقول لكم كل خطره اللي يطلع المورال. كنت نعطي حدايا بيان سور ما يعجبكم تدير فيديو الناس عجبكم تدير لا روسيت يتسوي مثلا خدم في لايك خدم في كومونتير. اكني كنت قرايه ثقلت يدي سلاين المورال اشو نظن بارطاجي نسيت واشولتن كنت اكنت سمارت واشولتن تاع اكنت تفيدين تمام نثنتي هي كنت قيمه في ذي لهنا دي ثلويث على فيديو دي ان شاء الله كنت نعاولي كنت مثامم في غامي كنت مرحمه. باي باي مع السلامه. الى هنا خياتي نقول لكم باي باي مع السلامه خياتي ان شاء الله راح تنجحوا فيها.